فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضار. ولا يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره إلا الله. لا أحد يقدر أن يجلب له ما ينفعه أو يدفع عنه ما يضره إلا الله جل وعلا. نعم. فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضار. إلا بتصوره، ما تصير العبادة ما لها قيمة عنده إلا إذا تصور ما فيها، إذا تصور سرها وروحها، تصور ذلك سهلت عليه العبادة وتلذذ بها. أما إذا لم يتصور ما فيها من السر الإلهي وما فيها من الراحة طمأنينة القلب ولذة النفس، فإنها لا تكون عنده ذات قيمة. وبعضهم يقول هذه عادات وتقاليد، بعضهم يجعل الصلاة من العادات والتقاليد اللي ما لها قيمة، إنما الناس اعتادوها لأنه ما يجد لها لذة ولا يجد لها راحة ولا دخلت في قلبه. وبعضهم يقول الصلاة رياضة للأعضاء وللبدن، يتصورها أنها رياضة فقط، لأنه ما وجد ما فيها من السر والروح والعبادة. نعم.